السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا موضوع جديد أنه شفت فيه أهمية باش نهضر عليه، هو النمل، كيفية تفادي النمل في السلاكة. هذا الحل اللي وصلت ليه العام اللي فات جربته، والعام هذا راني نخدم به، وهو وشنو هو؟ كيما عندي الباب هذه تاع السلاكة، كان يدخل لي النمل من تحت بزاف ويدخل من الجوانب. واش درت؟ جبت الزيت المحروقة، الزيت تاع السيارات كيما راكم تشوفوا هايليك، جبت زيت السيارات حتى الوزغ يهرب منها، مع خلط لها مع شويه مازوت. وندير وين كان يدخل النمل المكتوب كنت ندير خطره في 20 يوم في الشهر نديرو. النمل ما زيش تلقاه يدور، تلقاهش كامل يدور بك السلاك. ودرت الفكره هذه على الوزغ ثاني، درت اللصقه تاع الفيران، غير تاع الفئران، زدته هنا زياده نحطو عند الباب باش اونكا كاش فار صغير ولا الوزغ ولا اي حاجه زياده تلصق. وموسم موفق ان شاء الله. العام هذا كاين شويه برود الحال هذا، ومبداش بداو لي فيمال يباطاي على لي مال، وهذول راهم يخدموا حاليا الاغلبيه راهم يخدموا بالمدفأة يعني والضوء، دايرين حراره درجه حراره معينه يخدم بها الحسون. الطبيعه مازال الحال ما تقلقوش. وفر الاكل المتوازن، وفر له الاستحمام، وفر له الشمس، وخليه على راحته. موسم موفق للجميع إن شاء الله.